كنا بنتكلم ابراهيم يوسف كان حريف في خط الدفاع ابراهيم يوسف وهداف. مثلا موسم 82 83 مثلا الموسم كله دخل في الزمالك 5 تجوان، بس الزمالك خسر الدوري بفرق نقطه لان الزمالك اتعادل كتير. دي كان عيب الزمالك ده عيب، التعادل اتعادلنا كتير، خسرنا دوري مع بفرق المنيا نقطة، والحاجات اتعادلنا دي. مع المنيا، اتعادلنا مع المنيا 3 مرات في الماتشين. اتعادلنا في المنيا، اتعادلنا يعني، ده كان يعني مع المنيا بالذات اتعادلنا تخيل حضرتك الفريق ده اتعادلنا معاه 6 مرات ورا بعض. يعني دي حاجه الواحد لما بيفكر فيها بيتجنن. ازاي؟ 6 ماتشات ورا بعض، 6 ماتشات والثلاث مواسم، يعني احنا موسم 80 81 ده خسرين الدوري فرق نقطه، ما خسرناش ولا ماتش وضيعنا الدوري. بس طبعا في سبب، طبعا لان الكوره البنالتي بتاعت حسن شحاته في اخر ماتش ضد الاهلي ده كان موست وين، يعني الزمالك كان لازم يكسب والماتش خلص تعادل. اللي هو بتاع البنالتي اللي اتحسبت فاول من بره، وهي الكوره جوه مثلا بتاع 3 متر ولا هتبعتهولي دوت عشان نحطه بقى في نوثقه هنا، يعني تبقى جميل. طبعا نهارده 82 ده بلاش نتكلم عنه طبعا، ده بتاع الواقعه الشهيره واحنا متهيألي مش هنتكلم كتير. جون حسن شحاته طبعا ده ممكن ان عملنا كده فمش هنتكلم كتير يا 82 83 بقى، يعني ما تعادلنا، يعني قعدنا نتعادل كتير وضيعنا الدوري في اخر على فرق نقطه. باولين اللي خد الدوري. فتخيل حضرتك ابراهيم يوسف في الموسم ده، يعني طبعا ما كانش حد بيجي غير في الزمالك خالص. بس ما كنا بنتعادل كتير. الموسم بقى اللي بعدها يعني هو اهتم بان هو ايه، طب انا بقى هطلع قدام، يعني انا كمان انا بشيل الدفاع وهطلع قدام بقى اخلص ماتشات كمان. يعني تخيل الماتش ده مثلا ابراهيم يوسف مخلص لوحده بتاع 4 ماتشات الزمالك كسبانهم بجول منه، يعني منهم حتى ماتش مش عارف الاتحاد في اسكندريه تقريبا، حتى الجول ده مشهور بيجي على طول. انت عارف ان انا شفت ابراهيم يوسف في بداياته كان بيلعب فين؟ بيلعب خط نص. حتى لما راح مع الناشئين وكان شوبير هو واقف جون، واللي دخل فيه جون كده بالعبيط قوي يا في الجزائر او تونس، واتغلبنا هناك من غلطه من شوبير. وابراهيم يوسف كان نجم المنتخب القومي للناشئين، وكان بيلعب خط نص، وبعدين تقهقر لعب ورا. هو اصلا يعني ابراهيم يوسف تخيل زي اسماعيل. زي اسماعيل بس اسماعيل بالعكس، اسماعيل ابتدى مدافع وبعدين اتنقل لخط النص. صح. يعني ده بقى كان شعر. انا كنت في اخر ايام اقول ازاي ده هنلعب من غيره، يعني شعر ما شاء الله. ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم كلهم، كانوا اسطوره يعني. وبعدين تخيل حضرتك بقى الموسم اللي بعده، يعني ابراهيم يوسف ده من يعني 70% من فوز الزمالك ببطوله افريقيا لاول مره في تاريخه 84 ده ابراهيم يوسف، يعني هو لو موجود في الفريق هو السوبر ستار. بيتقل الفريق هو مش لاول مره في تاريخه، لان الزمالك فاز بالدوري قبل كده. لا بقول في افريقيا مش الدوري. في بطوله افريقيا 84. بالظبط كده. تمام. وبعدين كسبنا بقى الدوري كمان في 84 برضه ابراهيم يوسف، يعني ابراهيم يوسف وكان قاب قوسين او ادنى ان هو ياخد. ده هو فرقت معاه حاجه واحده سنه فرانس بوتبو اللي اديتها له. ايوه، لا هو كان الثاني، ما هو فرقت معاه حاجه واحده بس، احسن لعيب في افريقيا. انه كان اشول مثلا. لا مصر سنتها كانت سنه افريقيا فازت. فاللي فازت بالبطوله الكاميرون، مصر خسرت في السيمي فاينال وضد نيجيريا بالبنالتات. للاسف هو ابراهيم يوسف ضيع فيها، بس كانت في واحده بواحده، يعني وصلنا فضلوا يلعبوا كان شاف كانت 8 ضربه تقريبا، فدخل هي للاسف ضاعت اتصدت يعني. فاللي خدت البطوله الكاميرون، فهم الكاميرون كان عندها سوبر ستار بارز اللي هو بينافسه اللي هو دكتور ايبيجا. فدكتور ايبيجا كان مشهور، يعني كان لعيب جامد جدا، فهو قال لك احنا ندي بقى، يعني ندي الجايزه للعيب اللي هو اللي خد افريقيا في السنه يعني. فهو معظم الاصوات خدته، بس طبعا ده اعجاز ان انت تبقى مدافع وتبقى الثاني. والسنه اللي بعدها 85 كان الثالث، و85 دي هو ما لعبش غير نص سنه بس، يعني هو لعب لحد يونيو او مايو تقريبا، وبعدين اتصاب الاصابه المشهوره جدا، كان مع المنتخب في سنه كاس العالم الرباط الصليبي، فاتصاب في نص السنه ما لعبش تاني في السنه دي. فتخيل انت تاخد ثالث احسن لعيب في افريقيا في السنه دي كمان، وانت ما لعبتش كل السنه، انت لعبت نص السنه بس. كان لاعب ما شاء الله فاز. لا كان لاعب فاز. يمكن عشان كده في اخر ايامه لما ما نجحش في الانتخابات كان صعب عليه جدا. لا ابراهيم يوسف نجح. يعني لا المره اللي قبلها او كان قاعد على اعصابه كان لا هو نجح، هو حتى لما دخل هو نجح، حتى نجح. المره اللي قبل كده لا هو ما وصلش في الدوري الصغير خالص. تمام. هو دخل مره واحده والمره دي نجح،
وحتى يعني هو حتى كان يعني الوحيد اللي كان بره القايمه، يعني هو ده كويس ان هو كنت شايفه حقيقة. قاعد على الكرسي وكان لانه كان متصبب عرقا يعني. لانه يومها تعب، يومها يعني يوم الفرز ده فضل واقف من الصبح وبعدين تعب في النص. انا عاوز يعني بعيد عن الكوره، يعني طبعا ما شاء الله على ذاكرتك، انت بتحفظها، حافظ الكلام دوت ومسجله على ما اعتقد يعني في الكمبيوتر. بس انا نفسي اسال سؤال، يعني ايه ده يا باشمهندس؟ ايه ده؟ روبوتات. روبوتات ايه يعني؟ ليها استخدامات. ليها استخدامات اخرى يعني. ما شاء الله. تكنولوجيا بقى. يعني احنا طبعا هي الريموتات، يعني بعد اذنك ممكن الف الكاميرا كده. طبعا باشمهندس هشام دي قعدته ودي تلفزيوناته، لان ده الحب بتاعه طبعا الرياضة على ما اعتقد، وبيشوف كذا، ممكن تتفرج على كذا ماتش في آن واحد. احيانا بتفرج على 3 ماتشات، بس انا حتى يعني ما يعني الشغف بالنسبه لي ما عادش زي الاول، يعني الكلام ده حتى زمان كان ما اعرفش ليه علاقه بقى بالسن ولا ايه، تقريبا ليه علاقه بالسن طبعا. ليه علاقة بالسن. يعني انا زمان كان ممكن يعني اي ماتش ممكن اقعد اتفرج عليه في اي دوري، لا تزهق، ما تزهقش. لا زهق. دلوقتي بقيت بقى التركيز على الفريق اللي بشجعهم خلاص. لا دي ده شيء طبيعي يعني. طيب احنا قلنا السبعينات والثمانينات، حضرتك النص التاني بقى ضميتهم مع جمال بعض. عبد الحميد. جمال عبد الحميد ده قصة في حاله عبد يعني. الحميد ده بالنسبه لي قصة كفاح وقصة بطولة يعني. بص انا بالنسبه لي انا يعني كمشجع، انا ما حبيتش في حياتي لعيب وهو بيلعب اثناء فتره لعبه قد جمال عبد الحميد. جمال عبد الحميد ده خصوصا بقى تواجد مع بدايه تشجيع للكوره، هو كان نجم الفريق. فبالنسبه لي ده كان حاجه بسم الله ما شاء الله يعني. وما زال حافظ لجميل نادي الزمالك. طبعا حافظ لجميل طبعا. يعني في ناس يعني نادي الزمالك جابها بعد ما اترمت، ولغايه دلوقتي بيرفعوا فانيلات للفريق اللي رموهم. لا جمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد ما زال يحكي ان هو الزمالك جابه برجل مكسوره نصين، وبعد ما كان في الاهلي واصيب دخل درجه اولى وعرف ان هو مصاب اصابه بالغه، نقلوه لدرجه تانية وقالوا له مش عايزينك. ده بعد ما فضل كتير. هو فجه نادي الزمالك، وانا طبعا مش فاكر مين اللي جابه، يمكن عصام بهيج ولا لا ولا احمد رفعت. كابتن ابو رجيله وكابتن احمد رفعت الله يرحمه. الله يرحمهم جميعا. هو كان له الله يرحم الكابتن ابو رجيله، ربنا يديله الصحه. احمد رفعت ربنا هو يعطيه الصحه. كابتن ابو رجيله كان له صاحب كان اسمه حمامه في البلاستيك. كان بيلعب في الزمالك. يعني البلاستيك الاول بعدين راح الزمالك. ايوه هو جه الزمالك بعدين. اللي هو كان وينج شمال تقريبا يعني كده. فهو حمامه ده هو اللي عرفه بالظبط. وتخيل حضرتك ان هو يعني هو سنتها ده سبحان الله يعني. تخيل حضرتك انه اترفض سنتها بالاسماعيلي والترسانه والمصري عشان يجي. لا دول اللي اتعرض عليهم واترفض، عايز يلعب فيهم. فتخيل دول رفضوه عشان مشيئة ربنا. بيجي الزمالك بيسبب الاسباب. كابتن ابو رجيله يقول له انزل تدريب ولو اقنعتني انا هضمك، يعني انا بس اللي بيني وبينك الملعب. بالظبط كده. فينزل الملعب يكسر الدنيا، نأيده، يتخيل بقى يتحول لاسطوره، وبعد كده بقى مسيره وكابتن مصر في كاس العالم، ويعني سبحان الله يعني. طيب والالفينيات بقى، على فكره انت ما جبتش سيره فاروق جعفر خالص. هو حضرتك سالتني السبعينات، ما هو السبعينات حتى فاروق جعفر هو بالنسبه لي، بس هو بالنسبه لي يعني هو ككوره الصراحه انا شخصيا لا هو فاروق جعفر ككوره محدش يقدر يتكلم عليه طبعا، بس انا بالنسبه لي هو يعني النجم الزمالك حسن شحاته في تاريخ الزمالك كله، لانه اللاعب الوحيد في مصر اللي لعب في جميع المراكز. بصرف النظر انه لعب في جميع المراكز ككوره، هو احسن لعيب في تاريخ الزمالك. انا والله وانا كتبتها، انا شفت له ماتش والله العظيم، طبعا لم يذاع، فجيت له جري، كنت شغال في كيتكات وكانت دورة حاجة زي كده، كان بيجي من الكويت والملعب مليان، وانا قاعدين في استاد القاهرة واعتقد ضد المنصورة حاجة زي كده، وكل ما يجيب جون الحكم يلغيه،
كل ما يجيب جون الحكم يلغيه. فجه في كوره اخدها من نص الملعب والله، رقص اللعيبه، طلع له الجون بره ال 18، رقصه وصل عند نقطة البنالتي 6 يارد، وقف بالكورة بص لورا للحكم قال له احطها ولا لا. انا اعتقد وانا احب يعني يا ريت لو يعني وصل دوت للكابتن حسن والفيديو دوت ويعني شافه ويقدر يعلق عليه او لا بلاش انا وكابتن حسن بالذات. لا يعني بغض النظر يعني احنا وقعنا ككوره يعني بلاش. طبعا لا انا معاك في ان انا برضو مستاء من كلمه لا هو لو استاءنا هنتكلم في استياء كتير، فخلينا في الكوره ماشي. يعني لان احنا كزمالك نادي اتظلم كتير، ما هياش عقده اضطهاد ابدا. انت لعبت كوره يا هشام؟ يعني الاول لعبت يعني لو كنت بلعب وانا صغير طبعا، ورحت اختبار طبعا. انا ما كنتش لعبت ولا حاجه يعني بتلعب في الشارع؟ انت في المانيال هنا من زمان؟ انا طول عمري يعني طول عمرك في المانيال؟ تحب المانيال؟ انا مولود في المانيال وطول عمري. عشقك للنيل طبعا وكده. انا وانا صغير كنت بلعب عادي، وبعدين ما كنتش لعيب جامد ولا حاجه، حاولت طبعا اروح الاختبار ماشي، بس طبعا ما لعبتش كوره. مارست هوايتك؟ مارست هوايتي. ولعبت شويه كوره؟ رحت اسبوعين، حتى رحت اختبارات الزمالك اسبوعين. تفتكر مين كان المدرب؟ كابتن عادل عبد الواحد. عادل عبد الواحد الضابط عادل عبد الواحد، جناح ايمن. هو بيلعب جناح ايمن. كان الكلام ده في سنه 88 تقريبا. تمام. طبعا احنا يمكن جبنا كده سيره ان الاضطهاد ومش الاضطهاد. انا بقول ومعرفش طبعا هتأيدني هتختلف معايا، ان احنا النادي الوحيد الذي نادي الزمالك النادي الوحيد الذي لم يظلم النادي الاهلي في اي لقاء بينهم. بص يعني حتى لو في قرارات، يعني مثلا لو في قرارات مثلا جت في صالحك او حاجه، مفيش اي حاجه اللي هي معلمه قوي، اللي هي يعني هو مفيش اي قرار اللي هو يعني اللي انت تستغربه. ممكن الناس يكون حصلت اخطاء اللي هي الاخطاء العاديه عادي عادي اللي هي بتحصل في كل ماتش. يعني ممكن مثلا يكون لك بينالتي كلين مثلا، يكون عليك بينالتي مثلا ما اتحسبش كده بتاع، دي بتحصل في كل ماتش مثلا يعني. بس مش يعني مش حاجه اللي هي بتبروزها قوي يعني. يعني حاجه محتاجه بار. انما احنا لينا يعني في غلطات حصلت ضد الزمالك لا دي فضايح. تفتكر منها ايه؟ هل يعني انت عندك في ذاكرتك الكلام دوت ولا توثيقا عندي كده بس انا حافظ كل حاجه. زي ايه مثلا؟ يعني خلي بالك ان احنا بنتكلم في كلام في ناس كتيره تعتقد ان هو مش موجود او حاجه عفى عليها الزمن، لكن احنا عارفين انها موجوده لان احنا شفناها وعشناها. اولا في حاجات شفناها يعني مثلا جول حسن شحاته طبعا ده في عقيده اي زملكاوي طبعا سنه 81 82 طبعا. ده استحاله تفرض حسن النيه. ده جول اتلغى عمد، كان كل الناس بتقول عليه. عبد العزيز ومحمد حسام ده جول اتلغى عمد. عمد ملهاش حل تاني. ما ده واحد قصد. هو اصلا سالوه بعد كده اصلا هو مات. ربنا يغفر. لا ربنا اقول لي لا بقول لك شعوري. ايوه لا طبعا يعني هو اصلا سالوه حتى في اخر حياته. حتى انا فاكر كان حوار بشكل في الاهرام تقريبا او حاجه، بيقول لك انا ما اعرفش انا رفعت الرايه ليه. يعني مش عارف رفعت الرايه ليه. يعني ايه مش عارف رفعت الرايه ليه؟ ده بيتكلم على عبد الرؤوف. عبد الرؤوف عبد العزيز توفى. هو توفى. توفى. مش عارف صدق ان هو يقال ان هو زملكاوي. يا راجل زملكاوي انت بتصدق الهجص ده؟ لا ما هو يعني بلاش بس عشان ما افتحش. طب خلاص طب عشان اللي قال الكلمه دي نفسه حسن شحاته نفسه. تمام. طبعا انا مش لاقي كلمه. طب يعني كلمه حسن شحاته، جون حسن شحاته اللي هو كان انا ما لا اتذكر السنوات يعني. موسم 81 82. تمام. جون حاجه تانية. يعني تخيل حضرتك الكوره اللي هو لسه اللي قايل الفيديو قريب دي موسم 80 81 قبلها البينالتي بتاع حسن شحاته برضو. ده كان اخر ماتش في الدوري الاهلي والزمالك، والاهلي كان متقدم بنقطه والزمالك كان لازم يكسب. يعني فرصه الزمالك الوحيده انه يكسب عشان ياخد البطوله، عشان ياخد الدوري. وده كان اخر ماتش في الدوري. تمام. فوز الزمالك يدي الدوري. الكوره دي كانت باقي ربع ساعه لنهايه الماتش. تمام.
يعني انت حكم ايطالي تقريبا او حاجة لا كده. ايطالي فعلا، ايطالي. طيب الحكم شاف الكوره اصلا، يعني انت حسبتها. حسبها. طب يعني انت شفتها تمام. ازاي حسبتها بره؟ يعني ازاي حسبها بره؟ الكوره مش على الخط اصلا. الغريب ان احنا يعني اللعيبه. فتخيل حضرتك، اولا ده موسم 80 81، الموسم اللي بعده 81 82 ده بتاع جون حسن شحاته. تمام. يعني تخيل سنتين ورا بعض دول اتنين دوري. مسلسل. فتخيل، وبعدين انت بقى في عندك حاجه، انت زمان كان بيلعب في بطولة افريقيا البطل بس، فما كانش مش زي دلوقتي. دلوقتي واحد واثنين. دلوقتي بيخش الاول والتاني. فالاهلي مثلا دخل بطولة 82 دي عشان هو بطل 81. بطولة 82 دي الاهلي خدها خلاص. بطولة افريقيا. فلو الاهلي ما لعبش بطولة 82 دي انت دخلت باله مثلا، لو مشينا مثلا بره هي طبعا يعني هي اللوات لا كتير. انا بقول لك بس يعني شوف مثلا ترتب عليها ايه. ترتب عليها حاجات كتير.